الشخصية دي اتبنت ان هو ما بيعبرش عن مشاعره بشكل كافي، لكن ممكن يكتبها. ما أمتع النقد السلبي لمن يكتبه ولمن يقرأه. لو انت مهتم بالكتابة هتبقى اكيد مهتم بالخطب اللي بتحصل في الافلام، ولو انت مهتم بالافلام هتبقى مهتم بالكلام اللي بيطلع من الشخصيات اللي على طول ساكتة. كثيرا ما يعد عمل الناقد من أسهل الأشياء. ولو انت مهتم بالفن بشكل عام هتحب الخطبة دي جدا، خطبة بيتكلم فيها شخص في اغلب الوقت كان ساكت، وبيتكلم بحاجات تحسسك ان هو كان عنده مشاعر، وتحسسك بحاجات كتير جدا، وتحسسك انك انت عارف الشخص ده بجد، الشخص اللي على طول كنت قلقان منه وكنت حاسه ساكت وشخصية مريبة كده. والرهيب والعبقري ان هو بيتكلم فويس اوفر، عشان الشخصية دي اتبنت ان هو ما بيعبرش عن مشاعره بشكل كافي، لكن ممكن يكتبها. ما أمتع النقد السلبي لمن يكتبه ولمن يقرأه. لكن الحقيقة المرة التي يجب أن نواجهها أحيانا أتفه الأشياء التي ينتجها الآخرون قد تزيد أهمية عن كل ما نقول. والعبقري فعلا انك انت بتشوف شخصية أنطوان إيجو من خلال كتابته مش من خلال كلامه، ودي من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها في الشخصية دي، لأني بعشق شخصية أنطوان إيجو. لكن الفنان العظيم قد يأتي من حيث لا نتوقع. بس كده، لو مهتم بالأفلام، المسلسلات، الأنمي، الكرتون، مارفل، دي سي، تابعني عشان يوصل لك كل جديد، والأهم يوصل لك كلام عن القديم. سلام.